السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكمبيوتر منذ اختراعه هو أكتر حاجة مؤثرة في تاريخ البشرية. تقريبا احنا ما نقدرش نتصور حياتنا من غير الكمبيوتر وإن احنا نستخدمه عشان نعمل أي حاجة. وبالتحديد منذ اختراع السيمي كوندكتورز أو أشباه الموصلات والترانزستور. في الفيديو ده هنتكلم عن الكمبيوتر انجينيرينج أو هندسة الحاسب، وهيكون معانا ضيف خليه هو يعرف عن نفسه. ازيكم، انا احمد رفاعي، خريج مدارس المتفوقين ستيم 2014. اخدت منحة ال AUC هندسة كمبيوتر، خلصت 2019. والحمد لله دلوقتي بدأت برضو منحة ماسترز كمبيوتر ساينس حاسبات في أريزونا ستيت يونيفرسيتي في أمريكا، بس بعملها من هنا أونلاين. وشغال مهندس تصميم هاردوير ديزاين انجينير في ST مايكرو إلكترونكس ايجيبت، اللي هي لسه بتفتح السنة دي. هنتكلم النهارده على مجموعة من النقاط. أول نقطة هنتكلم عليها إيه اللي أنت بتدرسه في كمبيوتر انجينيرينج من ناحية الهاردوير بيخليك متميز في المجال ده عن خريج حاسبات. هندسة حاسبات بنتعلم فيها، بنبدأ في الأول الفيزياء، الكهرباء، وبعد كده السيمي كوندكتورز ازاي بنعمل الكمبيوتر، ونتعمق بقى في تصميم الكمبيوتر نفسه، ان انت بتكتب مثلا كود بيتحول لكهرباء، يتحول في النص الاسمبلي، ندرس الاسمبلي ازاي الكمبيوتر بيشتغل، وبعد كده ندرس التصميم نفسه بتاع الهاردوير، زي مثلا الرامات تتعمل ازاي، الحسابات بتحصل جوه الكمبيوتر ازاي. كل دي حاجات بناخدها في مادة او كذا مادة للتصميم الهاردوير، وبعد كده الاركتكتشر. وفي الاخر ممكن برضو بناخد مادة على ال embedded system او اكتر من مواد. embedded system يعني سيستم صغير فيه امكانيات محدودة، وانت عاوز تستخدم كل الامكانيات اللي فيه والذكاء اللي فيه ان انت تخليه يشتغل. يعني تلاجة، غسالة، انت عاوز ما تحطش فيها كمبيوتر كبير، مش هتكتب فيه مثلا برنامج كبير، انت عاوز بس يشتغل، يظبط درجة الحرارة، يلف عدد لفات كده. ده بيبقى embedded system، ده اللي بيتميز بيه اكتر عن حاسبات. في حاسبات بيبقى لا، بيبقى مثلا كمبيوتر او موبايل في امكانيات كمبيوتر، امكانيات كبيره بيقدر يعمل برنامج كبير، وفي امكانيات عاليه تخليه يقدر يعمل اي حاجه. من خلال مناقشة النقطة الأولانية أكيد في مجالات مشتركة ما بين حاسبات وهندسة حاسبات، ده اللي احنا هنناقشه في النقطة دي، وكمان هنناقش مين فيهم أقوى في مجال سوق العمل. فمجالات الشغل بالنسبه لهندسه حاسبات فيها تصميم الهاردوير، يعني الشركه عاوزه تعمل تصميم لتشيب معينه بتتواصل مع التليفون مثلا، فدي بيشتغل فيها مهندس هاردوير بلغات برمجه هاردوير، او التصميم بتاعها برضو بيبقى فيه لغات تانية بس معتمدة على التصميم. في الامبيدد سيستم بتتعامل عادي بلغات شبه لغات البرمجة العادية جزئيا بس، وبتصمم فيها امبيدد سيستم ان انت حاجة متخصصة زي ما احنا قلنا يعني. وفي بس معظم المجالات ما بين هندسة حاسبات وحاسبات مشتركة، عشان معظم المواد في البرمجة بتبقى متداخلة. ففي مجالات الذكاء الاصطناعي، في مجالات السكيورتي، في مجالات البرمجة العادية. ممكن بيمتاز اكتر في حاسبات ان هو بيبقى واخد ويب مثلا وموبايل ابلكيشنز، فدي بتساعده ان هو يشتغل فيها اكتر عن هندسة حاسبات. ومعظم الشركات بتتطلب منك ان انت تدرس حاجات اكتر عن اللي انت خدتها في الجامعة. مواد الجامعة بتبقى بتديك بس نقطة عن كل حاجة، بس بعد كده خريج حاسبات او هندسة حاسبات يعتبر ليهم معظم الشغل مشترك، عشان في كل شركة هتخشها تبقى طالبة منك لغات برمجة معينة هتتعلمها من اول وجديد، ممكن ما تكونش خدتها في الجامعة اصلا. كتسلسل طبيعي، بعد ما عرفت ايه هو القسم وايه هي المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها، اكيد لازم يجي في ذهنك ايه هي التدريبات والكورسات اللي انا ممكن اخدهم اثناء المرحله الجامعيه او بعد ما بخلص جامعه عشان اأهل نفسي لمجال سوق العمل. طبعا في التدريب بتبقى الطالب عاوز يحاول يخش في المجال، عشان يعني انت محتاج تاخد خبرة في الشغل، عشان ما تستناش بعد ما تتخرج تبدأ تملى السي في. المفروض وانت طالب تبدأ تملى السي في بتاعك. هتبدأ فيه هيبقى فاضي في الأول، بس كل ما تنزل تدريب في شركة، تاخد كورس، تحاول تخش في كومبيتيشن، مسابقة، هاكاثون كده، كل دي حاجات هتزود في السي في. فانا هقول بالنسبه لي اللي انا عملته. يعني انا كنت مثلا في اجازه بعد ما خدت اول ماده ديجيتال ديزاين، كلمت الدكتور في الجامعه، وفي معظم الدكتورز في الجامعات برضه بيبقى ساعات عندهم ريسيرش بروجكتس وكده، ممكن تحاول تشتغل فيها، او ناس شغاله في الحاجات في بروجكتس وكده. وبدات معاها في حاجه في شغل. وبعد كده في الصيف انترنشيب تدريب ببلاش في الجامعه الامريكيه، سنتر اسمه سنتر اوف نانو الكترونكس اند ديفايسز. ده سنتر ممكن اي حد يقدم فيه حتى لو مش من الجامعه وببلاش. وكنت ساعتها انا قدمت على وظف، كانوا عاملين ريسيرش بروجكت ليه دعوه برضه بالديجيتال ديزاين. كان بروجكت مهتم بازاي تعمل نت بالواي فاي، بس بحاجه زي لمبه بالضوء. كنا لسه ما عندناش خبره كبيره، بس هو مشروع بحثي فبيبقى مجال مفتوح.
في الاجازه بقى اللي بعديها نزلت برضو تدريب في شركه في المعادي، شركه امريكيه بس عامله فرع في المعادي. الشركه اسمها سريبروس. كنا بيحاول يعمل الشركه بتحاول تعمل سيستم ليه دعوه بالمواتير ومكن الانتاج وكده، ان يحط كاميرا وتتتبع المنتج. فدي ليها دعوه بالهاردوير برضو، ان السيستم فيه كهرباء والكاميرا دي عاوزة تبقى امكانياتها قليله وتتعامل بطريقه سريعه. فكان ده برضو التدريب التاني اللي أنا نزلته. وفي شركات احنا قلنا برضو المجالات من الشغل متداخلة مع حاسبات، ففي شركات كتيرة بتعمل تدريبات ببلاش زي اللي انا نزلتهم، وفي تدريبات تانية بفلوس. بس هقول ببلاش، في مثلا مايكروسوفت بيبقى فيها تدريب كل سنة، في ديل في التجمع بيبقى فيها تدريب، في فاليو ليها دعوة بالتدريبات. وبرضه ما لقيتش تدريب، عاوز برضه تدرس كورسات، يعني كورسات في اونلاين كتير ممكن تخش فيها، في كورسات في المجال. يعني انا مثلا سايب هنا الاردوينو ده مثلا بيبقى يعتبر ايه حاجه بسيطه في البرمجه وليها دعوه بالسوفت وير والهاردوير في نفس الوقت. هو السيستم امكانياته قليله، بس في نفس الوقت ممكن تعمل بيه حاجات كتير، تخلي روبوت عربيه صغيره كده تروح في مهمه تعمل حاجه مهمه ومفيده ليك. ففي سنترز زي في علمني اكاديمي، وفي تيك بلانت في التجمع كنت انا حتى اشتغلت فيه كبروفيسور، وفي سنترز تانية زي بي ان جانكشن، وفي سنترز كتيرة تانية. وفي الاخر البحث بتحاول تستخدم لينكدين، وبتحاول تستخدم موظف، وبتحاول تستخدم جلاس دور مثلا. وبرضه الكورسز اللي قلت عليها، في كورسز فيها ببلاش بتدفع بس، او يعني هي انت مش بتدفع تمن الكورس، انت بتدفع تمن الحصص كأنك بتاخد حصة معينة. مش مبلغ ضخم، هو في الاخر انت بتدفع عدد حصص، لا مش حاجة كبيرة يعني. النقطة اللي بيعتمد عليها مستقبلك الوظيفي كله، السي في والانترفيو، ده اللي احنا هنتكلم عليه في النقطة دي، وركز فيها قوي. لان في ناس كتير قوي بتقول انا السي في بتاعي اصلا هكتب فيه ايه وانا لسه في مرحلة الجامعة. ففي النقطة دي هنتكلم ازاي ان انت تملى السي في بتاعك اثناء مرحلة الجامعة، وايه بقى الحاجات اللي تأهلك ان انت تخش بيها انترفيو. ففي النقطة اللي فاتت اتكلمنا على الانترنشيبس. فعشان تخش الانترنشيب محتاج الأول يبقى عندك سي في. هتقول طبعا ستودنت لسه طالب لسه ما عنديش سي في، هحط فيه ايه؟ ولو للأسف لو فضلت على النقطة دي هتوصل لغاية ما تتخرج وتيجي تعمل سي في برضه هيبقى فاضي. ففي الطبيعي لا، اعمل سي في من دلوقتي. هتحط فيه ايه؟ هتحط فيه عادي معلوماتك الأساسية، وهتحط فيه الثانوي مثلا اللي انت كنت فيه، الجامعة اللي انت فيها دلوقتي، هتحط فيه أي مشروع تعمله في أي مادة، واجب شكله يعمل مشروع تحاول تكتبه كده تكبره، تحاول تحط فيه السكيلز بتاعتك، تحاول تحط فيه، وتحاول تخش مسابقات اي مسابقه بيبقى فيه هاكاثونز، مسابقه كده صغيره تخلص في يومين ثلاثه تتعلم فيها حاجه جديده، حتى لو انت متعرفش عنها اي حاجه المهم تتقبل فيها ان شاء الله، تعمل فيها حاجه وتحطها في السي في. دي حاجات هتملى معاك في السي في اكتر، وهل ده اللي هتحتاجه بعد كده اللي انت عاوز بقى تقدم في الانترنشيبس وكده. بيبقى فيه مراحل بقى الامتحانات. حاول ما تخليش السي في بتاعك اكتر من صفحه، انت عادة المعلومات بتاعتك مش كبيره، والموظف الاتش ار مش هيبص على كذا صفحه عندك، هو اخره صفحه واحده لو بص عليها ان شاء الله يعني. فانت عاوز توصل، فحاول تعمل صفحه واحده سي في، وتكتب اللغه حلوه وتعدل فيها اللغه كذا مره بحيث تبقى مكتوبه صح. ان شاء الله قدمت والسي في عدى ووصلت للانترفيو. فانا الحمد لله هقول من خبرتي انا دخلت انترفيوز كتير. حاول تقدم في تدريبات كتيره جدا، حتى لو التدريب ده يعني على الاقل يكون عاجبك، بس ايه مش لازم يكون في المجال 100%، عشان المجالات احنا قلنا هندسه حاسبات وحاسبات داخلين في بعض. فانا برضو حتى في وقت التدريبات ووقت الشغل كنت بقدم في انترفيوهات كتيره. ده بيساعدك ان انت ان شاء الله تتقبل في واحده، لو ما اتقبلتش بتاخد خبره الانترفيو بيبقى فيه رهبه، بيبقى الواحد خايف في الاول، بس بعد ما تخش كذا انترفيو بتبدا انت بقى عندك ثقه، انت عارف ان انت ممكن تتقبل ما تتقبلش، بس ما بقاش خايف. انت في اسئله هتبدا تتكرر في البرمجه. عموما في هندسه حاسبات وحاسبات معظمهم بيبقوا معتمدين على البرمجه اللي هي ليها دعوه بالاس اي ام، برمجه بروبلم سولفينج. الاثنين بيبقوا واخدينها عاده في كورس اسمه داتا ستراكشرز اند الجوريثمز. دي بيبقى معتمد انك ازاي بتفكر. ساعات بيدوك السؤال بيبقى بيتحل، ساعات بيدوك سؤال ممكن ما يتحلش، هو مستني منك بس ان انت تفكر بطريقه بصوت عالي تسمعه، بس انت هتفكر ازاي في مشكله تظهر لك في الشغل او في التدريب. ده الانترفيو. انا دخلت انترفيوز يعني في الانترنشيب بتاعت اف بي جي اي ديزاين بتاعت سريبرو اللي اتكلمت عليها. كنت عملت انترفيو مع المانجمنت على سكايب اونلاين. كنا بنتكلم، عارف عني بعمل ايه في حياتي وبدرس ايه وكده،
وبيبدأ يسألني بقى في حاجات ليها دعوة بالتخصص. في الانترفيو بتاع الشغل بتاعي دلوقتي قعدت انترفيو 3 ساعات، قاعد بمتحن في كل حاجة ليها دعوة باللوجيك، بالديجيتال ديزاين، بكل النواحي المجال الشغل. دخلت انترفيوز تانية اترفضت. في مايكروسوفت امتحنت كودينج الجوريزمز، في انستاباج امتحنت ماركتينج وكودينج برضو. في شركات تانية كتيرة اي تي بيسألك عاوز تفضل معانا في الشركة وكده. دي كلها بتبقى مجالات ودي كلها انترفيوز. مهم تبقى انت بادئ السي في من بدري ومجهز الانترفيو، مساكر السي في قبل ما تروح الانترفيو، عشان الشخص اللي انت بتقعد معاه الاتش ار او الانجينير بيبقى مذاكر السي في ومذاكر اسئله ليها دعوه بالمجال. عاده هتلاقي يعني على جلاس دور بيبقى فيه ريفيوز للانترفيوز، الناس موظفين راحت قبل كده بيقول لك الانترفيو ممكن تسال فيه في ايه، اونلاين ممكن تلاقي معلومات اكتر عن الانترفيوز وكده. ربنا يسهل. احنا كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن ان انت ازاي تعمل لنفسك سي في وانت لسه طالب، واتكلمنا كمان برضو في حلقة تانية على البروفايل بتاعك على لينكد ان، لان من خلال الحاجتين دول انت ممكن تقدم على فرص انترنشيبس او بعد كده تقدم على هايرنج فاكانسيز بعد كده. فانت لازم يعني ارشح لك ان انت ترجع تشوف الفيديوهين دول لو انت مهتم بالموضوع ان انت تعمل لنفسك سي في من وانت لسه اندر جرادويت. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده برضو على حاسبات وهندسه حاسبات، الفرق ما بينهم في فيديو، وكنا اتكلمنا على كليه حاسبات ومعلومات في فيديوهين. هتلاقي كل الفيديوهات دي موجوده عندك في الديسكريبشن وظاهره في اخر الفيديو قدامك في الشاشه، تقدر ترجع تشوفهم. ما تنساش طبعا بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو ده مع الناس المهتمين بيه، طبعا تسيب لنا رايك في كومنتس وتقول لنا عايز تشوف ايه الفيديوهات الجايه. اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.